إحنا بنعيش في زمن كل حاجة حوالينا بتبالغ في تبسيط النجاح، لدرجة إننا بنتعامل مع الموضوع أكنه وصفة أو طبخة في برنامج طبق اليوم. بنسمع جمل كتير من نوع التخطيط هو الحل، وكتابة الأهداف هي بداية الطريق، والانضباط كفيل بتجاوز كل الصعوبات. لكن الواقع بيقول غير كده خالص. المشكلة مش في غياب التخطيط، المشكلة في نوع التخطيط اللي بنمارسه والمنطلق اللي بننطلق منه. أقصد النية اللي بتبقى حاضرة لما بنخطط للسنة الجديدة. التخطيط اللي بيتقدم لنا في معظم المحتويات على السوشيال ميديا بيفترض إن الإنسان كائن ثابت، واضح الرغبات، طاقته مستقرة، عارف هو عايز إيه، وعنده القدرة على السعي باستمرار. لكن أي شخص واعي ومتأمل للحقيقة عارف كويس إن الكلام ده مش صح. إحنا بنتغير، وضعنا مش ثابت، بنضعف أحياناً وبنقوى في أوقات تانية، وأحياناً بنغلط في فهم نفسنا قبل ما نغلط في تنفيذ الخطط اللي حطيناها. وبرغم كل ده بنصر على التخطيط الجامد اللي مش بيعترف بالحقيقة دي. لازم نفهم كويس إن التخطيط مش عملية سيطرة على المستقبل، قد ما هو وعي بالحاضر اللي الإنسان بيعيش فيه. اللي بيخطط وهو مش عارف هو واقف فين دلوقتي عامل بالظبط زي اللي بيرسم خريطة وهو مش عارف موقعه فين على الخريطة. أكتر الخطط الفاشلة بتبدأ بسؤال أنا عايز أحقق إيه؟ في حين إن السؤال الأفضل أنا عايش في إيه دلوقتي؟ اكتب دلوقتي تشخيص كامل لمشاكلك ووضعك الحالي، واسأل نفسك هل اللي استهلكك كان ذهني ولا عاطفي ولا اجتماعي؟ والسؤال ده رغم بساطته بيحطك قدام حقيقة غالبا بنتجاهلها، وهي إن إحنا مش بنفشل عشان عايزين حاجة أكتر من اللي إحنا فيها، إحنا بنفشل عشان عايشين بأكتر من اللي ممكن نستحمله. التخطيط الناضج مش بيبدأ بإضافة حاجات جديدة لحياتك، إنما بإزالة الحاجات اللي ملهاش معنى أو قيمة. والخطوة دي محتاجة شجاعة، لأنها بتعني إن بعض الأشياء اللي سعينا ليها ما كانتش نابعة من جوانا، بل كانت مفروضة علينا بصورة أو بأخرى. كتير من الأهداف اللي بنحاول نحققها مجرد محاولات بلا وعي، عشان نثبت شيء للآخرين أو نهرب من مشاعر داخلية بعدم الاكتمال. وهنا هتظهر أول قاعدة حقيقية في تخطيط أي سنة جديدة: اوعى تخطط لحاجة أنت مش مستعد تدافع عنها داخليا من نفسك. يعني اسأل نفسك أنا ليه عايز الهدف ده تحديدا؟ وإلا هيتحول الهدف ده لعبء مش دافع يخليك تتحرك. الفكرة اللي نادرا ما تذكر: معظم الناس مش بتفشل في تحقيق أهدافها، لكن بينجحوا في تحقيق أهداف مش مناسبة ليهم. بيحققوا إنجازات وبعدين يكتشفوا إن الإنجازات دي ما كانتش مناسبة وما ضافتش أي حاجة ليهم. النوع ده من النجاح أخطر من الفشل، لأنه بيسبب ربكة للبوصلة بدل تصحيح الاتجاه. عشان كده بدل ما تسأل نفسك أنا عايز أنجز إيه، اسأل أنا عايز أعيش إزاي. عايز علاقتي بالوقت تبقى إزاي؟ عايز حياة كلها زحمة ولا واضحة؟ عايز أحس بإيه في آخر أسبوع عادي بعيشه؟ الأسئلة دي تبان أكنها مش عملية، ولكنها عملية جدا، لأنها بتحدد الإطار اللي هتتحرك جواه في كل أهدافك. وبعد كده اكتب جملة واحدة بدون تفكير كتير: السنة دي عايز أعيش بطريقة، وحط فراغ في آخر الجملة، وحط الكلمة اللي حاسس بيها فعلا، زي هدوء، اتزان، شجاعة، بساطة. الكلمة دي هتبقى مرجع مش مجرد شعار، هتاخد على أساسه كل قراراتك. الخطأ الشائع تاني في التخطيط فكرة إن النجاح محتاج تغيير جذري وسريع. الاعتقاد ده بيعمل بس بدايات قوية بتضعف مع الوقت. الحياة مش بتتغير بالقفزات، إنما بالخطوات والاتجاهات. المهم تتحرك في الاتجاه الصحيح مش بسرعة. الاتجاه الغلط حتى لو كان سريع هيبعدك عن الحاجة أو الشعور اللي بتدور عليه. القاعدة اللي لازم تلتزم بيها: أي قرار تاخده السنة دي لو مش متقدم بيه خطوة لقدام في الاتجاه اللي اخترته لحياتك ونجاحك، فهو قرار مش في صالحك مهما كان مغري أو نتائجه سريعة. التخطيط الذكي مش بيسأل هحقق قد إيه، لكن السؤال لو استمريت بالنمط ده هكون فين بعد سنة. وهنا هتحط قاعدة تانية: قيم حياتك بناء على الحاجات اللي بتتكرر مش الحاجات النادرة. الإنجازات والنجاحات الكبيرة عادة بتبقى متباعدة، إنما نمط حياتك اليومي هو الحقيقة اللي مش هتهرب منها.
لو يومك لا يحتمل مش هتنقذك أي لحظة نجاح عابرة. اقف واكتب إيه الفعل البسيط اللي لو التزمت بيه سنة كاملة هيغير حياتك فعليا. مش بندور على حاجة مثالية، إحنا هنا بندور على حاجة نحافظ عليها حتى لو كنت تعبان أو مضغوط. السر اللي محدش بيقوله: التخطيط احترام لنفسك مش اختبار لقوة نفسك. التخطيط اللي بيتعامل معاك كآلة هيقع مع أول خلل. لازم تعترف بضعفك قبل قوتك، وده هيخليك تحط خطة مرنة تمشي معاك مهما كانت الظروف. التخطيط الإنساني بيعترف إن في أيام هتفشل، أسابيع هتضيع، أهداف هتتغير، وده مش نهاية الطريق، ده جزء طبيعي. وهنا هيظهر مصطلح الانضباط. مش هتجبر نفسك على الاستمرار، لكن هتلتزم بالرجوع للمسار مهما خرجت عنه. الفرق بين الناجحين وعدم الناجحين مش في عدم السقوط، لكن في ازاي تقف على رجليك تاني. التمرين المهم: اكتب جواب لنفسك بيكلم شخصيتك السنة اللي فاتت. ما تكتبش إنجازاتك، اكتب اللي اتعلمته. شايف نفسك ازاي بعد اللي اتعلمته؟ الحاجة اللي مش متقبلها خلاص، والحاجة اللي عايزها أكتر من أي وقت فات. الرسالة دي لو كتبتها بصدق هتعرف إذا كانت الخطة دي بتخدم إنسانيتك ولا بتستهلكك. افتكر كويس إن السنة الجديدة مش بتطلب منك إنك تكون أحسن في عيون الناس، لكنها بتطلب منك تكون صادق مع نفسك. خطط لحياة تستحملها، مش لإثبات أي حاجة لأي حد. حتى لو ما حققتش أهدافك هتكون حققت حاجة نادرة أكتر من النجاح: علاقتك بنفسك، نفسك اللي هي الأرض اللي بتزرع فيها كل إنجازاتك. كل سنة وانتم طيبين.